تنضم الينا مباشره السيده حنان الفتلاوي النائب في البرلمان العراقي. السيده حنان الفتلاوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك الى هذا الحصاد. سؤالي الاول يلفت الانتباه انك قلت انها حركه غير انبطاحيه. سؤالي الاول، اي المواقف كان فيها دوله القانون انبطاحيا؟ والسؤال يعني ومتى سجلتي اول انبطاح لدوله القانون؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام. يعني للتوضيح، الانسحاب لم يعلن اليوم، يمكن أنا كنت ضيفة في قناتكم الكريمة قبل فترة وأعلنت انسحابي وأعلنت داخل جلسة مجلس النواب منذ فترة. اليوم إعلان تشكيل الحركة السياسية الجديدة. نرفض، نعم نرفض الانبطاح، نرفض التنازلات، نرفض المجاملة على حساب ناخبينا. اليوم أصوات الناخبين أمانة بأعناقنا، من واجبنا أن نحافظ عليها، من واجبنا أن نحافظ على حقوقهم. كثيرة هي الأمثلة. أنا لا أتحدث عن دولة القانون، أنا انسحابي كان حتى لا أعيش حالة التناقض التي يعيشها زملائي الآن. أنا منهجي وخطابي لم يتغير، أؤمن بشيء أدافع عنه بقوة. زملائي الآن يعيشون حالة من التناقض، يؤمنون بشيء ومضطرين للسكوت عن أشياء يجدون فيها تنازل ومساومات ويجدون فيها انبطاح. اليوم الحكومة تتبنى منهج لم يسير على نفس الخطى التي آمنا بها ودافعنا عنها لسنوات. دولة القانون في 2010 غير دولة القانون في 2014، وأعطيك أمثلة كثيرة. اليوم بالأمس أنا تحدثت عن الموازنة. ماذا أعطت الموازنة لمحافظات الوسط والجنوب غير ما أعطته لإقليم كردستان؟ الموازنة بنيت لتكون مرضية ومنصفة لإقليم كردستان على حساب محافظات الوسط والجنوب. ماذا حقق الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان لمحافظات الوسط والجنوب؟ ماذا كان رد فعل الحكومة حينما تقوم قوات التحالف الدولي بقصف مقر لواء 52 وتتسبب باستشهاد 80 شهيدا يتم غض الطرف عنهم، في حين يستشهد 3 من مكان آخر؟ تقوم الدنيا ولا تقعد، استنكار وإدانة وتصريحات. ما هو موقف الحكومة من قصف قوات التحالف للأبرياء من قوات الجيش والحشد الشعبي؟ ما هو موقف الحكومة من قوات التحالف حينما تنزل أسلحتها للدواعش؟ ما هو موقف الحكومة من الإمارات حينما وضعت بعض يعني فصائل المقاومة الإسلامية ضمن قائمة الإرهاب؟ ما هو موقف الحكومة من تجاوزات إقليم كردستان؟ ماذا حصل الوسط والجنوب سواء في تشكيلة الحكومة أو في الموازنة الحالية أو في الاتفاق النفطي؟ لم نحصل على شيء. ما هو موقف الحكومة ولماذا سكوتها عما حصل في الصقلاوية؟ هذه المسائل تجعلني أعيش حالة من التناقض أنا غير ملزمة بها. أنا أعطيت عهد لناخبي أني سأستمر بالدفاع عن حقوقهم بأي طريقة وبأي شكل كان. اليوم نتحدث عن أغلبية غيبت وتحولت إلى أقلية في صنع القرار أو في الثروات أو في التنمية أو في الانبناء أو في أي شيء آخر. ليس لهم ذنب سوى أن من يمثلوهم يجاملون الآخرين. أنا غير ملزمة أن أسير مع الآخرين إن كانوا يسيرون باتجاه خطأ. هذا لا يعني أني سأتقاطع مع دولة القانون، بالعكس دولة القانون أخواني وزملائي وأعزائي، عملنا معا لسنوات، ولكن أنا أتبنى منهج اليوم. ما كان منهم ينطبق مع المنهج الذي أتبناه فأنا معهم. انسحابي كان منذ فترة وكانت هناك مطالبات من كل المحافظات. تتذكرون نتائج الانتخابات، فرد استطاع أن يحقق في محافظة أكثر من كتل أخرى. جاءتنا مطالبات من محافظات كثيرة. فالحركة السياسية تحويل جهد الفرد إلى جهد جماهيري، إلى فريق عمل متجانس متعاون. سيدة حنان اسمحي لي بالمقاطعة. ونحن اليوم لسنا نتحدث عن قائمة انتخابية، نتحدث عن حركة سياسية جماهيرية تنطلق في بابل وبغداد والبصرة وغيرها من المحافظات، تتبنى ثوابت معينة وسندافع عنها بكل الطرق الديمقراطية من خلال عملنا يعني وسيرنا بالعملية السياسية. طيب سيدة حنان، يعني دعينا نوضح أكثر للرأي العام ولمن يسمعنا، بما أنك يعني تكررت كلمة انبطاحي، ما المقصود بها؟ ويعني أعطنا أمثلة مثل ماذا، ما الذي حدث، كيف تجدين الآن أيضا من يتحكم بدولة القانون؟ وضحي لنا أكثر. يعني منهج الحكومة اليوم، الحكومة تمثل دولة القانون. لا أستطيع أن أفصل بين منصب رئيس الوزراء وبين دولة القانون. رئيس الوزراء اليوم يمثل دولة القانون بشكل أو بآخر. بالتالي اليوم الخطوات التي سار بها رئيس الوزراء ومن معه بفريق عمله بالحكومة لم تحقق شيء لجمهور دولة القانون، لم تحقق شيء لجمهور الوسط والجنوب. سأترك كل الجزئيات وأتحدث عن موازنة النكبة التي تحدثت عنها بالأمس. ماذا أعطتنا؟ اليوم نقول تقشف. التقشف يشمل فقط 15 محافظة ويترك المحافظات الأخرى.
يعني نضع ادخار إجباري على مواطنينا، نعم ليكن لدينا تقشف وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته، لكن هل التقشف فقط في الوسط والجنوب ولا يشمل كردستان؟ ولماذا الأموال التي تأتي من الادخار الإجباري يأتي كردستان ليأخذ منها 17%؟ أليس من المنطق أن الادخار الإجباري في محافظات الوسط والجنوب تكون أمواله فقط لمحافظات الوسط والجنوب؟ نفس الشيء على الضرائب التي ستفرض على السيارات وعلى كارتات الهاتف وعلى الأجهزة. سيدة الفتلاوي، سنتحدث عن موضوع الموازنة بكل إسهاب ونعطيك الوقت المريح أيضا، ولكن هناك جوانب نريد أن نعرفها جيدا. بمعنى يعني نحن المختصين بالصحافة، نحن الصحفيين الإعلاميين، هناك إشارات من تصريحات نفهمها نحن. حنان الفتلاوي لم تستخدم مصطلح انبطاح في حكومة نور المالكي، استخدمتها الآن. هل تريد أن تقول أن الحكومة الحالية بقيادة الدكتور حيدر العبادي هي حكومة انبطاحية؟ نعم أو لا؟ بصورة واضحة تحدثيها بصورة واضحة. أنت نعم لا تحدثيها بصورة واضحة، لم تستخدميها سابقا. يعني بمعنى ذلك أتوقع دعيني أصيغ السؤال بطريقة أخرى. هل دولة القانون الآن هي انبطاحية ولم تكن سابقا انبطاحية؟ نعم أو لا؟ وتفضلي. نريد أجوبة مباشرة لو سمحتي، تفضلي. يعني لا، أنا دائما أجيب أجوبة مباشرة لن ألف ولا أدور، ولكن أتوقع منكم بعد إعلان حركة سياسية اليوم أن تكون أول شيء مباركة منكم لهذه الحركة السياسية، لأننا نسعى. مبارك لكم سيدة فتلاوي، اسمحي لي. نبارك لك هذه الحركة، مبارك عليك هذه الحركة، نبارك لك هذه الحركة ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله أنت ومن معك. لم أجيب على سؤالك. تفضلي. لا ستجيبين، لكن نبارك لك، طلبت المباركة. شكري وتقديري لكلماتكم وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمباركتكم وكلماتكم ودعمكم ومساندتكم. أكيد القضية مسألة الانبطاح ليست حصرا بدولة القانون. حينما أتحدث كل من يشترك اليوم بالحكومة، كل من صوت على الموازنة وأرسلها بهذا الشكل هو اتخذ سياسة الانبطاح. كل من سكت عمن سقط شهيدا بقصف التحالف الدولي هو اتخذ سياسة الانبطاح. كل من لم يعترض على موقف الإمارات هو اتخذ سياسة الانبطاح. كل من سكت عن الطائرة المحملة، الطائرة الروسية، وأعادها وتركها تطير هو اتخذ سياسة الانبطاح. كل من فرط بحقوق محافظات الوسط والجنوب هو اتخذ سياسة الانبطاح. أنا لا أتحدث وأقول هذه الكتلة دون عن كل كتلة. من يعترض على شيء يفترض أن يكون صوته عالي ومسموع ويعترض ويقول هذا صح وهذا خطأ. الموازنة حينما ترسم يفترض ترسم بعدالة. الاتفاق النفطي نذهب لنتفاوض مع كردستان على 250 ألف برميل ولا نتفاوض مع البصرة التي تعطي أكثر من 2,000,000 برميل. بأي عدالة وبأي منطق وبأي إنصاف؟ حينما يستشهد 80 و1700 و300 و100 لا نسمع صوت، ولكن حينما يستشهد 3 نجد الأصوات تعلو وتعلو وتعلو وتستنكر وتطالب وتدين وتريد. هذه عدم العدالة في التعامل سواء بدماء الناس أو بثروات الناس أو بحقوقهم أو في أي شيء، هذا المنهج أرفضه. رفضي هذا ليس رفضي فردي، أنا لا أرفضه لوحدي. الشارع العراقي الآن يمر بحالة من الإحباط. هذه الحالة من الإحباط إن لم تعالج ستتسبب بأن لا يخرج الناس مجددا للانتخابات. اليوم يبحثون عن أمل يتعلقون به، أمل يعطيهم بارقة أمل أن هويتهم لن تغيب، أنهم لن يتحولون إلى أقلية، ستحترم الأقليات في هذا البلد، حقوقهم ستصان. بالتالي أنا أرفض أي منهج انبطاحي. أنا لا أريد أن أسيء لإخواني في دولة القانون، أخواني وزملائي وسيبقون وسأتعاون معهم وأتعاون مع الكتل الأخرى، لكن ضمن ثوابت أنا أؤمن بها. لست مضطرة للتنازل، لست مضطرة لتبني أشياء لا أعتقد بها ولا أؤمن بها. بإمكانك تسأل أي مواطن اليوم في الشارع العراقي وتقول له الخطوات التي تم اتخاذها بكل الأشياء هل الشارع راضي عنها؟ حينما تتحدث عن موازنة تنصف جهة على حساب جهة، هل الشارع راضي؟ حينما تستنكر لدم معين وتترك الدم الآخر، هل الشارع راضي؟ حينما لا يحصل على حقوق، حينما يغيب، كل هذه المسائل أنا لا أريد أن أكيل التهم لجهة. أنا أقول هذا المنهج خاطئ. التنازل، المجاملة، أنا أريد عراق فيه يأخذ العراقي حقه سواء كان في الشمال أو في الجنوب أو في الغربية. دماء الناس تصان في الشمال وفي الجنوب وفي الغربية. الثروات توزع بعدالة على الجميع والكل متساوي في الحقوق والواجبات. ليس العراق الذي أريده يميز بين الشيعي والسني والكردي. لن أتبنى هذا المنهج ولن أدافع عنه. وبالتالي اليوم إعلاننا مثل هذه الحركة
لتنطلق في كل محافظات العراق لتتبنى منهج واضح. نريد عدالة في كل شيء، نريد ثرواتنا أن تستثمر بالشكل الأمثل وأن نكون نحن المستفيد الأكبر منها، لا أن يستفيد غيرنا ويرمى لنا بالفتاة منها، لا أن يأخذ الأحد الحصة الأكبر ونحن نعيش على العظام كما يحصل الآن. التلوث البيئي لأهل البصرة وخيرات البصرة تذهب إلى محافظات أخرى. هذه ليست العدالة التي أؤمن بها. هذه الحركة السياسية حركة جماهيرية إن شاء الله ستنطلق في المحافظات وستتبنى هذا المنهج وستعمل عليه، ليس في مجلس النواب فقط وإنما في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، من أجل أن تكون هناك نخبة طيبة تساهم في بناء محافظاتنا. بالنسبة لموضوع الحركة السياسية حركة إرادة أشرنا إليها في يعني بداية العناوين في هذا الحصاد. طيب سيدة حنان، سأعود إلى الجانب السياسي. يعني سؤال مباشر، من هو الذي يقود اليوم دولة القانون؟ من الذي يتحكم في صناعة القرار؟ لماذا المالكي انسحب من دولة القانون؟ يعني نعلم هو خسر في معركة رئاسة الوزراء، ولكن لماذا لم نعد نرى وحدة صف في دولة القانون كما في السابق؟ يعني أي سؤال يتعلق بدولة القانون أنا أتصور من المنطق أن يوجه لدولة القانون. ما زال السيد المالكي حسب علمي من زملائي وأصدقائي وأخواني في دولة القانون، ما زال السيد المالكي هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ولكن رئيس الحكومة اليوم شخص آخر، ليس رئيس الائتلاف هو رئيس الحكومة. لا أستطيع أن أتحدث عما يدور في داخل ائتلاف دولة القانون. أنا انسحبت منذ بضعة أشهر وما زالت هناك علاقات تربطني، علاقات أخوية ودية، علاقات صداقة مع بعض الأخوة في دولة القانون، فلا أستطيع أن أصرح عنهم ولا أريد أن أسيء إليهم لأنهم أخواني وأعزائي وزملائي، عملنا معا وأخلصنا لشيء نؤمن به وما زالت تربطني بهم علاقات وما زلت أريد التعاون معهم ولن أتقاطع معهم طالما يؤمنون بما أؤمن به، فبالتالي لا أستطيع أن أرد نيابة عنهم. بإمكانكم أن تسألون المتحدث باسم دولة القانون أو الكتل المنضوية تحت لواء دولة القانون، سيجيبون بدقة وأكثر حرية. يعني من اليوم لو تسأليني عني شخصيا أجيب، عن حركة اللي أنا أتبناها أجيب، أما أنا أسأل على جهة أخرى لا أستطيع الإجابة نيابة عنهم. طيب أنت قبل قليل قلتي حسب علمي أنه ما زال رئيس الائتلاف هو سيد نور المالكي ورئيس الوزراء هو حيدر العبادي، يعني هل هناك اختلاف في هذا الموضوع في هذه النقطة؟ يعني هل هناك تغييرات أو ماذا؟ يعني نحن لا نسألك عن الخصوصيات دولة القانون، هذا لا يهمنا حقيقة. لا، ما يهمنا هو الشارع السياسي يعني فقط. لو كان يعني لم أسمع لا بشكل شخصي من الإخوان أن هناك انسحاب للسيد المالكي من دولة القانون، ولم تسمعوا أنتم مثل هذه المسائل لا يمكن إخفائها بسهولة. ما زال السيد المالكي ورئيس ائتلاف دولة القانون قانونا وشرعيا ومسجل ضمن مفوضية الانتخابات هو رئيس الائتلاف، وهذا الحق لا يمكن أن يسلبه أي شخص منه، لأن قانونا من أسس ائتلاف دولة القانون هو السيد المالكي، والحق الحصري بالرئاسة وللسيد المالكي. أما رئيس الحكومة فهذه مسألة خضعت لاتفاقات الكتل السياسية والتوافقات السياسية التي البعض رضي بها والبعض اعترض عليها والبعض تقبلها والبعض وجد فيها تغييب لإرادة الناخب أو مصادرة لأصوات الناخبين. هذه المسألة حسمت وأصبحنا اليوم نتعامل مع حكومة قائمة. الآن نأتي لنقيم عمل الحكومة، إن كان إيجابي نقف معه وإن كان سلبي من واجبنا شرعا وقانونا أن نقوم عمل الحكومة وننتقدها ونشخص السلبيات ونضعها أمام عينيهم من أجل أن تعالجها، ليس عداء بالحكومة. يعني السؤال الذي يعني سألته زميلتي قبل قليل أنه من الذي يدير القانون؟ هي نحن نسأل يعني هل ما زال يدار دولة القانون عمليا بنفس الآليات السابقة أم الآليات جديدة؟ من رئيس هذه الآليات؟ هذا هو السؤال. هل هو الدكتور حيدر العبادي أم بآليات السيد نور المالكي، بآليات رئيس الائتلاف، بآليات رئيس الحكومة؟ هذا هو السؤال يعني السؤال العام الأصلي. يعني حتى سيدة حنان، يعني نحن نسأل عن دولة القانون حتى اللحظة التي كنت أنت يعني فيها. لا أدري لماذا تصر على أن تسألني عن دولة القانون، وأنا أقول لحضرتك وللجمهور إني غادرت دولة القانون قبل أكثر من شهرين. أنا غادرت دولة القانون ولم أعد أحضر اجتماعات دولة القانون ولا أطلع على تفاصيل دولة القانون. مثل معلوماتي عن دولة القانون مثل معلوماتي عن اتحاد القوى، مثل معلوماتي عن التيار الصدري، مثل معلوماتي عن كتلة المواطن، معلومات عامة نسمعها من الأخوة نسمعها من الإعلام. تفصيل ما يدور داخل ائتلاف دولة القانون لا أعرفه، وليس من اللائق ولا من الذوق والأخلاق حتى وأن اطلعت على أشياء سلبية داخل دولة القانون أنا أطرحها للإعلام. إن أرادوا هم أن يعلنوها فليعلنوها هم، إن كان وضعهم جيد ومتماسك ويتبنون نفس المنهج فليخرجوا هم وليدافعوا عنه. أنا أجد هناك يعني حالة من الازدواجية. رئيس الحكومة أجد الآن في وادي ودولة القانون ككتلة في وادي. في الدورة السابقة كانت دولة القانون داخل مجلس النواب يعني
كتلة قوية ولها صوت عالي ولها صوت مسموع ولها موقف في كل شيء. الآن منذ دخلنا وإلى الآن لم أجد أن هناك موقفا قويا لدولة القانون، بالتالي هم من يجب أن يخرج ويدافع عن ما يؤمنون به، هم من يجب أن يخرج ويدافع عن الحكومة إن كانوا يؤمنون بما تقوم به الحكومة، وإن كانوا لا يؤمنون بما تقوم به الحكومة يفترض أن يكونوا شجعان ويخرجوا ويقولوا هذا المنهج خاطئ ونحن نرفضه. لا يجوز أن يعيش النائب حالة من الازدواجية والتناقض، يعيش في كتلة ويدافع عنها وهو يؤمن بشيء آخر، هذا أنا أتصور يشبه النفاق. أما تفاصيل ما يدور في دولة القانون أكرر وأعود لا أستطيع أن أتكلم عنها لأنني لست معنية بها ولست جزء منهم، وأحرص على أن تربطني بهم علاقات طيبة ولا أريد أن أتقاطع معهم، هم الأقرب لي، عملت معا ويتربطني صداقات وعلاقات بكثير منهم. ولا نحن معنيون أصلا بخصوصيات دولة القانون، نحن سألنا عن من يدير يعني فقط، ولا نحن أصلا معنيون بهذه الخصوصيات ولا نريدها. ولكن أنت جاوبتي على هذا السؤال. لديهم هيئة سياسية، لديهم هيئة شكرا على الإجابة. أنت أجبت عن السؤال، قلت الآن هم في واد والحكومة في واد آخر، هذه هي الإجابة. نعم. سؤالي هو قبل قليل يعني شاهدت المؤتمر الصحفي الذي حضرتك كنت فيه في إعلان إرادة. هناك 3 كلمات كانت موجودة تحت كلمة إرادة: حقوق، ثروات، تنمية. ما جديد إرادة في ذلك؟ أنت كنت في الحكومة السابقة، أين هي الحقوق؟ الحقوق كثيرون يقول أنها مسلوبة، الثروات منهوبة، التنمية معدومة. ما الذي ستقدمينه أنت يختلف عن دولة القانون الذي كنت معه في سنوات يعني؟ حتى مزعني وتقولين ما سألتوني عن إرادة ست حنان. لا أقول إنني أفضل من غيري، ولا أقول إنني أفضل من غيري، ولا أقول إنني أحسن من دولة القانون، ولا أضع نفسي أعلى من أي كتلة سياسية أخرى. لكن هذه مثل ما المجلس الأعلى يضع عنده أهداف: حرية، استقلال، عدالة. من حقك أن تسأل أين الحرية وأين الاستقلال وأين العدالة اللي حققها. اليوم أنا أضع أهداف واقعية، أقول حقوق، أنا مؤمنة أن حقوق من أنا أمثلهم اليوم حقوقهم ضائعة، حقوقهم مغيبة. بالسابق تقول أين كانت الحكومة وأين حينما تجد خلل لابد أن تصل إلى مرحلة وتحاول الإصلاح وتحاول معالجة الخلل. أنا لا أقول أنني اليوم سأدخل بقائمة انتخابية وهذه القائمة الانتخابية لديها عصا سحرية وستحقق كل شيء، ولكن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. الصوت حينما يكون صوت فرد لا يستطيع أن يغير شيء، ولكن حينما يتحول إلى فريق عمل متجانس متكامل متعاون، حركة جماهيرية مجموعة تستطيع أن تحقق شيء. الرأي العام له رأي، والعمل السياسي داخل مجلس النواب يستطيع أن يغير شيء، وفي مجالس المحافظات يستطيع أن يغير شيء. حقوقنا اليوم أجد حقوق من أمثلهم ضاعت بين المجاملة والتنازل والانبطاح. أما الثروات، ثروات المحافظات التي نعيش فيها والتي ننتمي إليها وثروات العراق بأكملها، لنتحدث هل تستثمر الاستثمار الأمثل؟ هل توزع بعدالة؟ هل تصل لمستحقيها؟ هل تستفيد منها محافظاتها قبل أن يستفيد غيرها؟ هذه المسألة أنا أجدها أيضا ضائعة. نضع هدف أمامنا الاستثمار الأمثل للثروات وتوزيعها بطريقة عادلة بحيث تضمن لكل عراقي حق وواجب. نفس الشيء بالنسبة للحقوق. التنمية، نبحث عن تنمية، الكثير رفعوا شعارات ولم يطبقوها. اليوم نحتاج إلى منهج حقيقي، منهج يتبنى إصلاح تنمية الفرد وتنمية المجتمع ضمن برامج. هذه البرامج لن تتحقق من حينما أتحدث بالإعلام أو أجلس أمام الشرقية أو أمام العراقية أو غيرها. حركة سياسية تبدأ بانتخابات مجالس المحافظات وتضع لها برنامج وتنجح بمحافظة أو محافظتين وتكون نموذج للمحافظات الأخرى. ما لم تكن لدينا أدوات لن نستطيع أن نحقق شيء، ولكن وجودنا اليوم وتشكيلنا اليوم يعطينا فرصة من الآن إلى انتخابات مجالس محافظات أن نثبت أن الشارع العراقي يجب أن لا يغيب. صوت الشارع العراقي لا يختزل بأصوات الكتل السياسية. إن تنازل اليوم من يمثلنا، إن تنازلوا وجاملوا، يبقى صوت الشارع العراقي يجب أن يمثل. هذه أهدافنا، لدينا آليات لتنفيذها من خلال فرق عمل وبرامج ستكون في كل المحافظات وسنثبتها بالتجربة إن شاء الله. ولكن لا أقول غدا حتى لا يأتي شخص ويقول غدا لماذا لم تحققي شيء. هذه المسائل أهداف لحركة سياسية مثل ما أهداف لحزب يحتاج سنوات ويحتاج عمل ويحتاج، ولكن نبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى إذا كانت صحيحة سنصل للهدف الذي رسمناه والذي يتفق معنا به كل الأخوة في البصرة وفي النجف وفي كربلاء وفي الحلة وفي الديوانية وفي السماء وفي كل محافظاتنا العزيزة. سيدة حنان، سننتقل إلى موضوع الموازنة. قبل أن نخوض بتفاصيله نحن وأنت، دعينا نستمع إلى هذه الكلمات والتصريح لك ومن ثم نعود ونكمل هذا اللقاء. الموازنة كارثية
يعني تكاد تكون موازنة النكبة بعد النكبة الأولى بالاتفاق النفطي مع إقليم كردستان. تأتي الآن موازنة النكبة، هذه الموازنة التي قيل عنها أنها موازنة تقشف. التقشف فقط شمل الوسط والجنوب ولم يشمل الإقليم. المستفيد الوحيد من هذه الموازنة هو إقليم كردستان، حصل على أكثر بكثير من استحقاقه، لم يشمل بأي من إجراءات التقشف. سمعتم بالادخار الإجباري، الادخار الإجباري الذي سيكون على كل الموظفين في الوسط والجنوب بنسبة معينة فيما زاد عن الراتب. هذا الادخار الإجباري إخواني يشمل محافظات الوسط والجنوب ولا يشمل الإقليم، بالتالي ستؤخذ الأموال من الوسط والجنوب وسيأخذ منها الإقليم، لأنها ستعود للموازنة الاتحادية، سيأخذ منها الإقليم 17%. يعني الموظف في الإقليم لن يستقطع منه شيء وسيأتي ليأخذ 17% مما سيستقطع من الوسط والجنوب. هذا فيما يخص الادخار الإجباري. الأرصدة المدورة، الأرصدة السابقة التي عادت من المحافظات أو من الوزارات، هذه حصة للمحافظات والوزارات، أيضا سيأخذ منها مرة أخرى، ستعود للموازنة الاتحادية وسيأخذ منها الإقليم مرة أخرى نسبة 17%. الرسوم والضرائب التي ستفرض كما سمعتم على السيارات والأجهزة وكارتات الموبايل أيضا ستفرض في محافظاتنا، لأننا لا نعلم ماذا في الإقليم، كم تجبى من الضرائب من الرسوم، بالتالي ستقطع هذه الأموال ضرائب تحمل كاهل المواطن العراقي في محافظات معينة، ليأتي الإقليم يأخذ منها جاهزا نسبة 17%. هناك بنود كثيرة حقيقة، بنود خاطئة، بنود كارثية، إذا لم يعاد النظر فيها فيحق لنا أن نسمي هذه الموازنة، بدل أن نسميها موازنة العراق لعام 2015 نسميها موازنة إقليم كردستان لعام 2015. طيب نعود من جديد إليك سيدة حنان. يعني السؤال الذي يفرض نفسه الآن أن الجدل القائم عن الموازنة المالية في العراق ليس بجديد، العجز في الموازنة العراقية أيضا ليس بجديد، ولكن ربما الجديد الكلمات التي يعني سمعناها منك في وصف الموازنة الحالية بالنكبة والكارثية، ويوجه لك انتقاد أننا لم نكن نسمع منك أي تصريحات مماثلة عن الموازنات السابقة التي لم تكن أيضا مثالية والتي لطالما عانت من العجز وما إلى ذلك. أختي الكريمة، الحديث اليوم ليس عن العجز، وجود عجز أو عدم وجوده. العجز مسؤولية الحكومة، هي من يجب عليها أن تجد لها معالجات بأي شكل كان، ولكن اليوم أنا أتحدث عن غياب العدالة في هذه الموازنة. وليكن موازنة العراق 100 مليار أو مليار واحد، هذا المليار لنفترض أن موازنة العراق اليوم مليار واحد، هذا المليار يجب أن يقسم بعدالة، ويجب أن تتحمل كل أجزاء العراق المسؤولية معا، طالما يتمتعون بالحقوق يتمتعون بالواجبات. هذا السؤال أسمع في كل محفل، أين كنت ولماذا لم تتكلمي؟ أنا أجيب بكل وضوح، أين كنت؟ تابعوا موازنات العراق من 2006 و2007 و2008 كانت تتصاعد، لم تمر علينا موازنة مثل الموازنة الحالية، كل سنة كانت تزيد عن السنة التي قبلها على أقل تقدير 25 مليار دولار. سنوات لم يكن فيها إجراءات تقشف، لم يكن فيها فرض لضرائب. في السنوات الماضية كانت درجات الوظيفية 100,000 درجة وظيفية و120,000 درجة وظيفية، وكنا بعض السنوات نتحدث عن توزيع الفائض من الأموال على المواطنين، ولم يكن هناك لا فرض ضرائب ولا فرض رسوم ولا ادخار إجباري. أنا أتحدى أي شخص يخرج اليوم ويقول فرض ادخار إجباري في سنة من السنوات. الرعاية الاجتماعية، مبالغ الرعاية الاجتماعية حصصهم كانت تزيد، أعداد المشغولين سنويا كانت تزيد مع الموازنة. البعثات والزمالات لم تتوقف في أي سنة مضت، اليوم البعثات والزمالات أوقفت. أسعار الحنطة كانت دائما تزيد ولا تنقص، اليوم تم إنقاص أسعار الحنطة والحبوب. اليوم كل شيء في الدعم اختفى، فمن حق اليوم أن لا أعترض على الإجراءات. أنا أقول من حق الحكومة أن تتخذ أي إجراءات تجدها ضرورية لحفظ الاقتصاد ولتكوين موازنة، ولكن هذه الإجراءات ليست فقط على كاهل المواطن في الوسط والجنوب، وإنما يتحملها ابن الإقليم وابن أي محافظة أخرى. حينما أتحدث عن الادخار أختي الكريمة، الادخار الإجباري حينما يؤخذ من الوسط يفترض يؤخذ من الشمال أيضا. أنا سؤال بسيط جدا وأتمنى الحكومة تخرج وتجيبني عليه، سؤال خطير وكارثي. وفق تقرير ديوان الرقابة المالية نحن نطلب الإقليم 36 مليار دولار، لو سددها الإقليم لما بقي هناك عجز في موازنة الدولة العراقية. هل من المنطقي جهة أنا أطلبها 36 مليار دولار أأتي اليوم
لأعطيها موازنة إضافية، ولا أضع أي بند أو نص يتحدث عن مصير هذه 36 مليار دولار. إن كانوا تنازلوا عنها للإقليم فأنا أطالب الحكومة أن تسقط كل الديون السابقة عن المواطنين وكل الديون عن المزارعين وكل القروض التي أعطتها للموظفين وللمنح. كل المنح والديون والقروض يفترض أن تسقطها ما دام لديها الصلاحية لإسقاط 36 مليار دولار عن كردستان. لماذا لا يمكنها أن تسقط 3 مليون أو 4 مليون عن مواطن موظف بسيط يقترض من الدولة؟ أنا أتساءل عن 1.5 مليار أعطيت للإقليم دون أن تضمن الموازنة بند. ما هذه 1.5 مليار التي أعطيت دون أن تستقطع من حصة الإقليم؟ أنا من حقي أن أسأل، وهذه معلومة خطيرة ولربما تسمعون بها لأول مرة. أعطينا الإقليم 1.5 مليار وأتمنى تخرج وزارة النفط أو الجهات التي طبلت للاتفاق مع الإقليم. الإقليم لحد اللحظة لم يعطينا فلسا واحدا من تصدير النفط. لماذا إذا أعطيناهم 1.5 مليار وسنعطيهم موازنتهم مقدما وهم إلى الآن لم يثبتوا حسن نيتهم في الاتفاق النكبة؟ إلى الآن لم يصدروا برميلا واحدا ولم نستلم منهم فلسا واحدا. لماذا ضرائب ورسوم وجمارك الإقليم لا تدخل الموازنة الاتحادية مثل ما ابن السماوة؟ طيب سيد الفتلاوي، سنتحدث عن هذا الموضوع. ربما زميلتي لديها بعض النقاط، ثبتت بعض النقاط عن جانب الموازنه وما شابه ذلك، ولكن انا ما يهمني الشق السياسي حقيقه. الشق السياسي مهم بالنسبه الي. دعيني اعود الى الشق السياسي ونقرا الخارطه السياسيه المستقبليه، لان انشقاق حنان الفتلاوي يعني لدي فيه امور اخرى. يعني حقيقه الصوره التي خلفي قدحت في ذهني سؤالا مهما وبارزا. لو كان أمامك السيد نور المالكي والسيد حيدر العبادي، كم مترا، وأنت وعدتيني بالإجابات المباشرة، كم مترا بين حنان الفتلاوي ونور المالكي، وكم مترا بين حنان الفتلاوي وحيدر العبادي؟ والله نفس المسافة لا تختلف. مسافتي أنا في مسافة واحدة من المالكي ومن العبادي ولا يختلف عندي شيء. أنا دعمت العبادي حينما رشح لينتخب نائب لرئيس مجلس النواب، ولم أفكر في شيء سوى أنه قد ينجح في هذا المكان. ودعمت المالكي حينما دافع عن وحدة العراق وسيادة العراق ورفض احتلال العراق، وكان يسعى للانتصاف أو للاقتصاص من الذين ظلموا العراقيين، حينما حافظ ولم يفرط بكركوك، حينما لم يستسلم لمطالب الإقليم الغير منصفة، حينما لم يهادن ويساوم ويجامل من يذبحون العراقيين. وقفت معه ودافعت عنه بقوة. واليوم تخليت عن دولة القانون وخرجت منها لأنني وجدت أن بعض ما أؤمن به وبعض مبادئ لم تعد كما كانت. العبادي كنت سأدعمه وأدعمه بقوة لو سار على نفس المنهج الذي أنا أؤمن به، لو لم يفرط بحقوق ناخبيه، لو لم يجامل، لو لم يساوم، لو لم يتنازل، لوجدتني دافعت عن العبادي أكثر من دفاعي عن المالكي. أنا لا أدافع عن أشخاص بقدر دفاعي عن شيء أؤمن به. تتهمونني بالطائفية، سموها ما شئتم. أنا أؤمن أن العراق واحد يفترض أن ندافع عنه. أنا أؤمن أن العراق من شماله إلى جنوبه لديه نفس الحقوق ولديه نفس الواجبات، ولكن أن يذهب بعيدا ويتخلى عن كل هذه الأشياء. أنا لو وجدت إجابات واضحة وصريحة من العبادي عن الأسئلة التي تدور في داخلي لوجدتني أقف معه وأصفق له كما صفق له البعض. حينما أسأل أقول أعطيني أسماء الفضائيين، أو حينما أتحدث أمس وأقول ضعف الموازنة 50,000 درجة وظيفية، أنت ادعيت أن هناك 50,000 فضائي. أنا أطالبك اليوم بأن تضع 50,000 درجة وظيفية في الموازنة، لأن هؤلاء درجاتهم الوظيفية موجودة، تخصيصهم المالي موجود. لماذا تعلن أشياء هي قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية وقد تكون مبالغ فيها؟ أنا حينما أطالب العبادي بموقف مما حصل في الصقلاوية لا أكره العبادي، بل أنا داعمة للعبادي، لأن أريد للعبادي أن يكون خير ممثل لأهله، خير ممثل لناسه، خير ممثل لكل العراقيين، لا يفرق بين سني وشيعي ولا يجامل كردي على حساب عربي. حينما أعترض وأنتقد العبادي حبا بالعبادي وليس كرها للعبادي. العبادي والمالكي نفسهم من حزب واحد. لو كنت أكره حزب الدعوة لما دعمت المالكي، هو أمين عام حزب الدعوة والعبادي قيادي في حزب الدعوة. دعمت حزب الدعوة لدرجة اتهمني البعض أني عضوة في حزب الدعوة. إلى الآن البعض لا يميز أنني كنت نائبة مستقلة في دولة القانون. لكثرة دفاعي عن دولة القانون لأني آمنت أن من أمثلهم طريقهم ومستقبلهم وحقوقهم ستحافظ عليها دولة القانون. لو لم يخرج العبادي ويفرط ببعض ما أنا أؤمن به لوجدتني محامي أقوى، مدافع عنه أقوى من دفاع
عن المالكي. أنا لا أتبنى أشخاص بقدر ما أتبنى منهج، ولا تتصور أنني سعيدة بخروجي. قد يكون بعض الأخوان سعداء بخروجي من دولة القانون، والله لم أكن سعيدة، ولكن اضطررت لهذا الإجراء اضطرارا. لا أستطيع أن أكون منافقة، لا أستطيع أن أعيش حالة الازدواجية. سيدة حنان، أريد أن أعترض، لا يمكن أن أعترض أو أنتقد أو شخص سلبية في حكومة وأنا جزء منها، بالتالي خروجي ولمصلحتهم وليس بالضد منهم. قلت أن المسافة بين المالكي والعبادي بالنسبة لك هي واحدة، ولكن هل هي واحدة أيضا مع الكرد؟ يعني ربما لو كان يعني أي شخص كردي يتابع هذا اللقاء لاتهمك بالعنصرية ضدهم، أليس كذلك؟ ليتهموني بما يشاءون، ليتهموني بما يشاء. لم يعد يهمني هذه المسألة، تهمت بالطائفية وما عادت تهمني أختي الكريمة. حينما تتحدثين عن شيء تؤمنين به ستجدين أصوات نشاز كثيرة تتعالى وتتهمك. أعطيني كرديا لم يدافع عن القومية الكردية، أعطيني كرديا دافع عن شيعي في يوم ما، أعطيني كرديا دافع عن سني في يوم ما. لماذا الكرد يأخذون كل ما يريدون؟ ولماذا نحن عبيد نبقى نعطي 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 إلى متى؟ أنا لا أكره الكرد ولست ضد الكرد، وأريد أن أبني علاقات طيبة. هم جزء من العراق وأنا مؤمنة أنهم جزء من العراق وأن العراق يفترض أن يكون واحد، ولكن هذه الطريقة الابتزازية التي يتعامل معنا بها الكرد لا أتصور أنها ستبني دولة، ولا سياسة الانبطاح التي تمارسها الكتل السياسية الآن بأن تعطي للكرد كل ما يريدون لن تبني دولة، لأن الكرد لن يتوقفوا عن المطالب. الكرد سيتمادون في مطالبهم، سيأخذون كركوك ويطمحون بديالة ويطمحون بالموصل. نفط كركوك أصبح لهم اليوم، يتصدقون علينا بجزء من نفط كركوك ويتصدقون علينا بجزء من نفط كردستان، في حين نفط البصرة مباح لهم ولغيرهم. لا، ليس لي عداء مع الكرد، أنا ضد سياسة الكرد، ضد منهج العنصرية الذي ينتهجه الكرد. الكرد يتسلحون من الجيش العراقي. قبل أيام طائرة بأكملها محملة بالسلاح طارت من بغداد بأمر من وزارة الدفاع وأخذت سلاح أوصلته للبيشمركة. نعطيهم سلاح من الآن، والأسلحة الجيش العراقي تم الاستيلاء عليها من قبلهم، ونعطيهم نفطهم لهم، ونسلح البيشمركة ونعطيها رواتب ونعطيهم موازنات 17%. أتمنى أن يجيبني شخص فقط على سؤال بسيط واحد: ماذا أعطى الكرد للعراق؟ ماذا أعطى الكرد للبصرة؟ ماذا أعطى الكرد لبغداد؟ حينما تعطي للآخر الحياة أختي أخذ وعطاء. أخي الكريم أختي الكريمة، الحياة أخذ وعطاء. العراقيون متساوون، هذا ما يقول الدستور العراقي ولا أقول أنا، متساوون بالحقوق والواجبات. أين التساوي أمام الكرد؟ أين التساوي أمام الكرد؟ الكردي يأخذ ما يريد ولا يسمح للعربي بدخول الإقليم. كرامة العربي لا تصان داخل الإقليم. إسرائيل تبني علاقات مع إقليم كردستان بعيدا عن الدولة العراقية. هل تعلمون؟ هذا بحاجة إلى أدلة أخرى، هذا بحاجة إلى أدلة أخرى. سيد الفتلاوي، يلتقون بوزراء إسرائيل. سيد الفتلاوي، دعينا نعود إلى قرارك أنت. يعني كم النسبة المئوية تعطيها أنت حنان الفتلاوي لقرارك في الانسحاب من دولة القانون بسبب طريقة تعامل الحكومة الحالية مع الطرف الكردي؟ كم النسبة المئوية؟ 10%، 20، 50، 90، 100%؟ انسحبت بكامل قناعتي لمجموعة من التجاوزات، ليس فقط قضية التعامل مع الكرد، قضايا كثيرة. فقط التعامل مع الدم العراقي، فقط التعامل مع الطرف الكردي، كم النسبة المئوية؟ مع الحشد الشعبي. نعم. أنا لا أؤمن مطلقا ولا بنسبة 1% من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الآن مع الجانب الكردي، لا أؤمن بها مطلقا ولا أعطيها ولا حتى 1%. لا يوجد أي إنصاف ولا توجد أي علاقة بيننا وبين الكرد. قرار الانسحاب بني على طريقة التعامل الحكومة الحالية مع الأكراد. كم أثر في قرار انسحابك طريقة التعامل الحكومة الحالية مع الأكراد؟ 10%، 20 أثر وقررت الانسحاب كليا من دولة القانون؟ يعني طريقة تعامل الحكومة الحالية مع الأكراد كم النسبة المئوية؟ يعني أنا كما وضحت أخي الكريم، انسحابي ليس اليوم، انسحابي منذ فترة لمجموعة أشياء، أحدها التعامل مع الجانب الكردي وليس كلها. اتفاق النفطي والتجاوزات والموازنة هذه جزء من الأشياء، ولكن هناك أشياء أخرى ليست فقط مع الجانب الكردي، ولكن يكاد يكون جزء كبير منها من الجانب الكردي. لا أستطيع أن أعطيك نسبة محددة، ولكن جزء منها هو بسبب طريقة التعامل مع الكرد وبسبب الاتفاق النفطي.
قد جزء منها يتعلق بالدم العراقي. أنا الدم العراقي عندي أغلى من النفط ومن أي شيء آخر. قضية التعامل مع دماء العراقيين نوعين، فئة ألف وفئة باء. هذه المسألة السكوت عن ما جرى للحشد الشعبي، الإهانات، عدم إعطائهم أشياء كثيرة أجد فيها تنازل، الحرس الوطني الذي سيتشكل وسيجزئ العراق وسيقسم العراق، أشياء كثيرة أنا أعتقد أن فيها يعني جريمة سترتكب بحق العراق. لو تقسم العراق اليوم سنلعن جميعا، التاريخ سيلعننا، ستفرح دول وستفرح جهات، ولكن لن يرحمنا التاريخ. اليوم كل المشتركين بالعملية السياسية لو تقسم العراق سيلعنون. أي قطرة دم تسفك في أي مكان في العراق يلعن كل المشتركين في العملية السياسية. مجموعة أشياء لا يمكن أن أقول أعطي لهذا 10% وهذا 5% و20%، ولكن جزء كبير منها هو يعني جزء منها يتعلق بطريقة التعامل مع الكرد وغيرهم. طيب سيدة حنان الفتلاوي، نستمع إلى رأي زميلتك أيضا السيدة نجيبة نجيب من التحالف الكردستاني. نرحب بها. سيدة نجيبة مرحبا بك إلى الحصاد. ماذا قدم الطرف الكردي للعراق؟ تقول السيدة حنان الفتلاوي ماذا قدمتم؟ هذا السؤال الأبرز الكبير الذي وجهته قبل قليل. ماذا قدم الطرف الكردي للعراق والعراقيين؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. معروف على النائبة حنان فتلاوي عداوتها للكرد ولأقليم كردستان، وكل المواقف التي تتخذها تجاه الأقليم وتجاه شعب كردستان يعني يخرج أو ناتج عن مدى حقدها وكراهيتها اسمحي لي سيدة نجيبة، سيدة نجيبة اسمحي لي، السيدة حنان الفتلاوي ضيفتنا. سيدة نجيبة، السيدة حنان الفتلاوي ضيفتنا، لا نسمح بالمساس بضيفتنا. أرجوك سيدة نجيبة تحدثي كما تحدثت في المنطقية التي قالت فيه. سيدة نجيبة أرجوكي، سيدة نجيبة أرجوكي عدم التجاوز على ضيفتنا. البريطانيين في ثورة 20 نعم. ولحد الآن مجلس النواب البيشمركة هم من يحمون حنان فتلاوي والنواب ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة العراقية. تأسيس الدولة العراقية الحالية من حمى بغداد ومن ساعد في بناء العراق الحالي، وكل تاريخ العراق شهد على الدور الذي قام به الكرد. ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل عراق ديمقراطي، من أجل ترسيخ كل المبادئ. لكن الجميع يعلم بأن مواقف الدكتورة حنان فتلاوي نابعة عن أنها لم تصل أو تحصل على أي منصب وزاري في حكومة العبادي، وأن حكومة العبادي الذي أسس هذه الحكومة بناء على الشراكة ونجح في العملية السياسية بإبرام اتفاقي مع إقليم كردستان، والشاهد المجتمع الدولي وكذلك المراجع العظام وكل الكتل السياسية وكل أبناء الشعب العراقي شاهد على أن هذا التغيير بعد أن فشلت الحكومة السابقة والتي سكتت زميلتي عدم الشفافية. الجميع الشعب العراقي من الشيعي قبل السني قبل الكردي عانى الكثير، والآن الذي يدفع ثمن غلط وفشل الحكومة السابقة والتي سكتت عنها زميلتي حنان فتلاوي والتي كانت موازنة سيدة نجيبة اسمحي لي بالمقاطعة لو سمحتي. أن تقول العدالة وأن تقول العدالة وترفع صوت الحق للجميع. ما رفعت. الآن الموازنة الاتحادية بنيت بناء على مبادئ الوثيقة السياسية وبناء على الشراكة. الأقليم طبعا هذا الموازنة ليس حصة الأقليم ليس منا ولا فضل، لا من حنان فتلاوي ولا من أي جزء. طيب. نحن لا نقبل. سيدة نجيبة فقط دعينا أن نجعل هذا الحوار في إطارات محددة كما كان لو سمحتي لي بالمقاطعة. الكرد مساهمون في الإيرادات الاتحادية ب550 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى. تقول عن الادخار الوطني. المواطن في أقليم كردستان يساهم المواطن في وسط وجنوب العراق بالادخار الوطني. بل عندما تتحدث عن العدالة لماذا سكتت عندما حرم الموظف الكردي عن حصته أو عن دخله اليومي وهي كانت تستلم راتبها، وكل الموجودين في وسط وجنوب العراق كانوا يستلموا راتبهم. كان المفروض أن ترفع صوتها للعدالة وللحق وأمام الله
أمام الله، والتي هي تقول أنا قسمت يمينا بأنني أدافع عن الحق، فلماذا سكتت؟ لماذا لم تقل بأن موظفي إقليم كردستان محرومين من دخلهم ومن راتبهم اليومي؟ بالإضافة إلى أن الآن أكثر من 2,800,000 عربي، سني، شيعي، مسيحي، يزيدي، كل الأطياف والقوميات موجودين في اقليم كردستان، ورحبت بهم اقليم كردستان. سيدة نجيبة، لا يمكن ان نكمل الحوار على هذه الشاكلة. اسمحي لي ان اطرح السؤال. بالنسبة لي ما تذهب اليه الان رصيد دكتورة حنان فتلاوي امام الجميع، يعني قد فقدت رصيدها امام الجميع، لان اقوالها وافعالها شيء لا يصب في مصلحه الشعب العراقي، وكفى لهذه التصريحات. نحن الان من يريد ان يخدم الشعب العراقي فلياتي وليعمل وليبني وليقدم مقترحات ومعالجات وحلول لهذا التحدي الذي نحن به، التحدي الحالي، الحرب مع سيدة نجيبة، لا يمكن ان نكمل الحوار على هذه الشاكلة، وان لم تسمحي لنا بطرح السؤال فنحن سنضطر لقطع الاتصال، لان هذه ليست طريقة عقلانية للمناقشة. أعطيناك الوقت للإجابة، عليك أن تستمعي لنا عندما نطرح السؤال. والعنصرية وكذلك سيدة نجيبة، نحن سنضطر لقطع الاتصال، هذه ليست طريقة لإكمال الحوار. الشعب العراقي الآن، الشعب العراقي الجريح بأمس الحاجة إلى تصريحات تدعو إلى التكاتف، تدعو إلى التلاحم، تدعو إلى النجاح وتجاوز هذه المحنة. حقيقة حنان فتلاوي المفروض عليها أن كما خرجت من دولة القانون أن تخرج عن مواقفها وعن كل ما آمنت به سابقا، وتؤمن بالعدالة وتؤمن بأن تقدم شيئا للشعب العراقي. ما تقدمه الآن وما تقوله لا يصب أبدا في مصلحة الشعب العراقي. ونجاح دكتور حيدر عبادي في إبرام هذه الاتفاقية ليس في مصلحة الأقليم بل في مصلحة كل أبناء الشعب العراقي. لماذا لا تقول 114 تريليون و900 مليار الفائض من عام 2005 ولحد 2013 أين ذهبت؟ خل تسأل عن هذه الأموال، تسأل الآن لا خدمات مقدمة لا لبغداد ولا لأي محافظة. إذا أقليم كردستان لسنة 2014 16 تريليون ما حصلت عن حصة الأقليم، لماذا لا تقول أين هي استحقاق موظفي أقليم كردستان؟ سيدة نجيبة، سيدة نجيبة، هكذا حال. اسمحي لي سيدة نجيبة، سوف لن نستمر بالاستماع إليك. قاطعتك زميلتي وحاولت المداخلة ولكنها لم تفلح معك، ربما أنك تصرين على أن تتحدثي بهذه الطريقة. هذه ليست طريقة حوار، هذه طريقة إفراغ الحوار ومن ثم مع السلامة. لا نقبل بها سيدة نجيبة. لا أحد يسمعك الآن سيدة نجيبة. لا أحد يسمعك الآن سيدة نجيبة. لا أحد يسمعك الآن سيدة نجيبة. لا أحد يسمعك الآن. إما أن تتحاوري معنا نتحاور، نعطي المجال للآخرين أو لا. هل تسمعينني الآن أو لا سيدة نجيبة؟ هل تسمعينني الآن أو لا؟ الآن أسمعك. طيب. الآن سمعت. عندما نتداخل معك أرجوك، عندما نتداخل معك رجاء عندما نتداخل معك احترمي هذا التداخل كما نحن. لا أنا أحترم. الآن سمعت. طيب الآن سمعت. أنا أحترم. طيب. الآن سمعت. لا أطلب أن لا يعني تقول أحترم نحاول أن نتداخل كل الأسئلة. سيدة نجيبة، الآن أرجوك، زميلتي حاولت مرارا وتكرارا أن تتداخل معك، نعطيها المجال لو سمحتي، تفضلي. يعني أكثر من 10 مرات. سيدة نجيبة، يعني السيدة حنان عندما تحدثت بكل عقلانية واحترام، فبداية أرجو أن يعني نبقى ضمن هذا الإطار وضمن هذا السياق. نحن نتحدث بقضية يعني محددة، ننقل وجهة نظر السيدة حنان بموضوع الموازنة، موازنة نكبة كما وصفت من قبلها، وأنتم تأخذون. نعم سيدة حنان الفتلاوي، أيضا سيكون لك حق الرد على كل ما تفضلت بها السيدة نجيبة. بالنسبة للموازنة 36 مليار دولار إقليم كردستان مطالب بها، أين هي الآن؟ أنتم تأخذون أكثر مما تعطون. بكل عقلانية سيدة نجيبة لو سمحتي تفضلي. أنا أتعامل معكم بكل عقلانية وبكل
الاحترام، لكن المشكله هو الاتصال الهاتفي سمعتكم يعني. ليس من عندي لكن من الاتصال. الان سمعت موازنه او استحقاقات الحكومه الاتحاديه وكذلك استحقاقات حكومه الاقليم قد تم معالجتها قبل أن تصرح السيدة حنان بهذه التصريحات، حيث أن الحكومتين حريصتين على كل مال وكل دينار عراقي، بحيث أنهما قد شكلتا لجنة، اتفقا على تشكيل لجنة، وهذه اللجنة قد بدأت بمهامها من خلال تسوية هذه المطالبات سواء من الحكومة الاتحادية أو من حكومة إقليم كردستان، وخلال 6 أشهر سوف يتوصلون إلى نتيجة ما للحكومة الاتحادية وما عليها، وكذلك ما لحكومة إقليم كردستان وما عليها. لكن الآن نقول من المفروض أن يدفع؟ إننا قبلنا أن نكون جزءا من حكومة الاتحادية في ضمن نظام اتحادي فدرالي. سيدة نجيبة، النظام الفدرالي. سيدة نجيبة، عندما نتداخل معك لن يسمعك أحد الآن. هل تسمعيني الآن؟ مثل ما أعطيناك الوقت الكافي واستمعنا لك برحاب الصدر، وكذلك الضيفة الكريمة السيدة حنان الفتلاوي استمعت لك بكل رحاب الصدر وسجلت بعض النقاط. نعطيها حق الرد، وحق الرد مكفول دوما على شاشة الشرقية نيوز. نعطيها حق الرد ولنستمع إليها بكل رحاب الصدر. أيضا السيدة حنان الفتلاوي لك الوقت وتفضل. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. يعني الأخت مستفزة، أنا أقدر مشاعرها وطبيعي، هذا شيء طبيعي. يعني هي ناقضت نفسها بنفسها. قالت حنان الفتلاوي يعني لديها كره لشعب كردستان، وهذا الكره قديم وليس الآن. والله يا أختي ليس لدي أي شيء لشعب كردستان إلا المحبة والمودة. أنا أعترض على سياسات من يحكم كردستان، من يمثل كردستان الآن. الشعب الكردي شعب مظلوم مثل أي مواطن في أي محافظة أخرى. هي تقول مواقفها هاي لأن ما حصلت شيء من حكومة العبادي، وبعدين تقول هي تكره الكرد. إذا أنا ما حصلت من حكومة العبادي يفترض موقفي الآن، موقفي 4 سنوات أنا وياكم مقاصب على النفط وعلى البيشمركة وعلى التسليح وعلى القمارق وعلى دخول العرب بالإقليم. ما تغير موقفي شيء. إذا واحد منكم شاف في موقفي شيء تجاه الكرد أو أي تنازلات أخرى تغير خليه يقول لي. الكرد ما عندي عداء، بس أنا من حقي ومن حق أي عراقي اليوم يسأل يقول ليش العرب على حدود كركوك بالبرد، وعرب السنة سموه الشيعة على حدود كركوك ماتوا من البرد، ما دخلهم كركوك، وكركوك مو كردستان. كركوك إلى الآن ما زالت محافظة عراقية ما دخلت ضمن كردستان. هذه السياسة الشوفينية لو سياسة حنان الفتلاوي اللي تقول عدلوا بين ابن الوسط والجنوب وبين ابن كردستان. تقول البيشمركة هم اللي حموا حنان الفتلاوي. أنا أكد لها قد معلوماتها غير دقيقة، ماكو بحمايتي ولا واحد كردي الله من بدالك، ولا واحد من البيشمركة يحميني. فشلون حموا البيشمركة حنان الفتلاوي هم ما أدري. لما تقول الكرد ودورهم بالعراق، أنا من حقي ومن حق أي عراقي ابن الموصل خليه يسألك مو أني. لماذا ساهم الكرد؟ من أقول الكرد أتمنى يكون واضح، أنا لا أتحدث عن الشعب الكردي، حكومة الكرد، حكومة كردستان. لماذا ساهمت بإسقاط الموصل؟ لماذا أعطت أوامر لانسحاب الجنود الأكراد في الموصل وساهمت بإسقاط الموصل؟ لماذا وقفوا متفرجين لما يحصل في تل عفر وما يحصل في آمرلي؟ لماذا رفضوا أن تطير طيارات من يمهم حتى تروح الآمرلي والعفر وتساعدهم؟ هذه الأسئلة مباحة. لماذا مسعود البرزاني يوميا يهددنا بالانفصال؟ يهددني بالانفصال وثاني يوم انطيه مليار ومليار ونص. خلي يبطل عن تهديداته بالانفصال، خلي يبطل عن اللغة الشوفينية اللي يتعامل معها مع الآخرين. ذاك الوقت عذرا للمقاطعة، هل برأيك شهر العسل سيدوم بين حكومة المركز والإقليم؟ سيدة حنان أرجوك ملاحظة. خليني وضمنها جاوبي على هذا السؤال. هل شهر العسل سيدوم بين حكومة الإقليم وكردستان؟ وهل أنت راضية على اتفاق عادل عبد المهدي ونجرفان البرزاني النفطي أم ماذا؟ لا أنا غير راضية، ووصفته باتفاق النكبة لأنه اتفاق منبطح. أعطى الكرد كل ما يريدون ولم يعطينا. من حقه ومن حقك تتساءلين. الإقليم يصدر على لسانهم يقولون نصدر 400,000، ليش ينطينا 250,000 وياخذ هو 150,000 إله؟ وحسب الخبراء يقولون سيصل للمليون إنتاج الإقليم، ليش يعطيني 250 وياخذ 750 إله؟ من حق ابن البصرة يسألهم خليه يجاوبوا. البصرة تعطي مليون، يعني خلينا نعطيها مليون إلها ومليون السلمة للحكومة الاتحادية. العدالة هيك تقول.
كركوك مو مالتهم أختي، كركوك محافظة عراقية تنتج 600,000، ليش الإقليم يعطينا 300,000 وال 300,000 الأخرى ما ندري وين تروح؟ خلي يطلع واحد يجاوبني. هذن ال 250 تراهم خلي أزيد علم نجيبة وغير نجيبة، ال 250,000 وال 300,000 سمك بالشط، إلى الآن ما كمشنا منه شيء، لحد الآن ما صدر ولا برميل، أخذوا 1.5 مليار وراح ياخذون الموازنة وننتظر رحمة كردستان يصدر لو ما يصدر. اثنين الأخت تقول ليش ما اعترضت بزمن حكومة المالكي؟ والله أنا على كل تصرفات الإقليم كنت يوميا أعترض، ويوميا عندي مشكلة وياكم، ويمكن أنتم على لسانك ولسان غيرك أسمعكم تقولين إذا تجين بالإقليم يضربوك بالطماطة، هاي أنت قايلتها وغيرك تقوليها، فشو تغير عندي؟ اثنين أنا أسألك تقولين وين راحت الموازنات الانفجارية؟ عزيزتي خاف ناس خلي أذكرها الأخت نجيبة، عضوة باللجنة المالية حضرتها كانت لو أنا متوهمة، هي اللي تقر الموازنة مال كل سنة لو أنا متوهمة، دكتور حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ل4 سنوات لو أنا متوهمة، الموازنات الانفجارية ذا لازم نحاكم واحد نحاكمك أنت وحيدر العبادي، نقول لكم موازناتنا مال 4 سنين وين وديتوها؟ وين يا وزارة حاسبتوها؟ تعالوا قعدوا ناقشوني يا لجنة مالية، كم وزارة جبتوها بمجلس النواب وتابعتوا وياها تخصيص اموالها وين صرفت؟ اعطيني يا نجيب كم وزاره انت حاسبتيها وانت عضوه باللجنه الماليه وما شاء الله لسانك مثل السيف مسكتين. اللي يحاسب الناس كون يبدا بمحاسبه نفسه، الاقليم جزء من العراق، خلي يجي يطلع مسعود البرزاني ويقول احنا جزء من العراق ومتمسكين بالعراق ونحب العراق ولن نفرط بالعراق، يا باهل البصره شيلوا كل نفطاتكم انطوهن للاقليم، بس مو يطلع يوميا مهددني سننفصل والانفصال حق والاستقلال حق، وتريد نجيب البصره مثل البقره الحلوب الشيل وتبقي الكردستان، يروح العربي بالاقليم ينذل، جيب الكفيل وجيب الدخيل وجيب الوكيل، يا انا عراقي بجزء من العراق، زين الكردي حضرتك من الطبين البغداد، هم سالك فد واحد يوم جيبي هويتك، جيبي لك كفيل يلا الطبين البغداد، من تروحون تتمشون يجوز عجبك تروحين للنجف او يجوز يعجبك تروحين السيرين للحله، هم سمعتي واحد قال لك وين هويتك وين رايحه يا نجيب؟ ليش اي عربي من يروح بالاقليم ينذل يلا يدخل؟ ليه يعني لو نتعامل كعراقيين بعداله والله راح تلقوني اول واحد يدافع عن مطالبكم، انا لا انكر تضحيات الكرد ولا انكر النظام السابق ظلمهم، لكن ظلمكم النظام السابق مو تجون تظلمونا انتم الان، احنا شنو ذنبنا؟ مثل ما ظلمكم ظلمنا، اليوم ناسنا تباوع فقدوا الثقه بينا من وراكم، كرهوا شيء اسمه العراق من وراكم، يقول لك انت بس انت تصيح العراق ووحده العراق وشايل الرايه الوطنيه، شو لا الكردي يدافع عن الوطنيه ولا غيره يدافع عن الوطنيه، بس يعرفون ياخذون من عندنا استحقاقات، اختي الكريمه ما عندي عداوه على الاكراد، بالعكس الاكراد اخواننا واعزائنا ويربطنا دم واحد وبلد واحد، لكن انظروا للاخرين، خليتوا الشعب العراقي يكرهكم ليش؟ بس تاخذ الطريقه الابتزازيه هاي ما راح توصلنا لبناء العراق، اخذوا ما يخالف، بس اعطوا في نفس الوقت احترموا الاخرين، ابنوا علاقات دوله مو علاقات امزجه والله مزاج. اسالك سؤال، كم مره مسعود البرزاني زار بغداد؟ خلي واحد يجاوبني اذا انا متوهمه. نعم. هل يؤمن هو ببغداد عاصمه العراق؟ هل يؤمن بالعراق؟ هل زار البصره؟ سيد الفتلاوي نعم منطقي كلامها لا يكون نشخصن الامور، اتمنى عليك اخي الكريم لن شخصن الامور، انا ما عندي عداء لا معاها ولا غيرها، انا وضحته لضيفتي لضيفتنا الثانيه سيدة 36 مليار دولار وين؟ طيب وضحته لضيفتي الثانيه سيدة نجيب انت استمعتي لما تفضلت به السيدة حنان الفتلاوي، يعني لا يوجد هناك عداء شخصي، لا الموضوع ليس عداء شخصي، ولكن لا توجد هناك التعامل بالمثل، يعني انكم تطلبون اكثر تاخذون اكثر مما تعطون ما تقوله السيدة الفتلاوي، وضربت امثله كثيره على ذلك، يعني وكانما تريد ان تقول انكم لا تتعاملون وكانما انتم فيدراليه حتى اكثر من كونفدراليه، ولكن يعني انت ربما هل فعلا هددتيها او قلتي للسيده حنان الفتلاوي بانك سترميها بالطماطم في اذا ما حال دخلت اقليم كردستان؟ هل وصلت المرحله الى ذلك يعني الى هذه الدرجه سيده نجيب؟ من قد كره كانت ما زالت معنا السيده نجيبه. سيده نجيبه هل انت معنا؟ الرحمن الرحيم. السيده نجيبه نعم. أرجو أن تعطيني مجال، أعطيتها مجالا يعني لدكتورة حنان الفتلاوي، حقا أعطيتها مجالا كثيرا. يا أخي يعني كل أقوالها بعيدة كل البعد عن الصحة وعن الحقيقة وعن الأدلة، وليس لديها أي دليل يثبت كلامها.
تقول بأن محافظة كركوك عراقية. لماذا لم تستطع الحكومة الاتحادية حماية كركوك؟ لماذا انسحب الجيش العراقي الجيش المالكي من كركوك؟ لماذا لا تستطيع حكومة الاتحادية تصدير نفط حقول كركوك إلا عن طريق أقليم كردستان؟ خلي تجاوب. إذا صدق دولة وإلها جيشها وتقدر تحمي مواطنها الآن أكثر من 2 مليون الآن نازعين، لا مأوى لهم ولا سكن لهم، نتيجة لفشل الحكومة ونتيجة لعدم وجود حكومة تحب مصلحة شعبها. 2 محافظة كركوك طبعا هي كردستانية، وإن كانت الآن الخلاف موجود أو نستطيع أن نقول هي محكومة بمادة 140. خلي تجاوبني الدكتورة حنان فتلاوي بأدلة. ماذا كيف لم تقدم حكومة أقليم كردستان أو أقليم كردستان للشعب العراقي؟ كيف وماذا اخذنا وما اعطينا؟ خلي تقول بالارقام. نحن كحكومه اقليم كردستان حقيقه لا ناخذ منا ولا فضل من احد، بل هذه نحن قدرنا ان نكون في ظل نظام فدرالي نمنح أو نقبل الدستور الذي ضربوه ضرب الحائط. لحد الآن كل أحكام الدستور ما طبقت، لا الديمقراطية ولا الفيدرالية ولا تشريع قانون النفط والغاز ولا قوانين أخرى. خلي تقول لي إيش طبقوا من الدستور الذي هو يحكم العراق؟ 2 حقيقة الجميع يعلم، كل السياسيين وكل مكونات الشعب العراقي يعلمون بأن حنان فتلاوي ليس لديها أي موقف ولا تصريح إلا اعتداء ضد مصلحة أو ضد شعب وحكومة أقليم كردستان. وإذا تقول أنا أحب شعب كردستان فلماذا ما دفعت عن حرمانهم من رواتبهم؟ وعندما تقول أنا أحب شعب كردستان لماذا تحمل كل هذه الحقد والتصريحات الموازنة ب41 مادة فقط تصرح بما هي فقط أقليم كردستان، وهي غير حقيقية، لأن حكومة الأقليم بشعبها هم مساهمين في إيرادات الدولة العراقية، سواء كانت إيرادات نفطية أو غير نفطية، وهم لا يأخذون شيئا لم يساهموا فيها. بعدين حقيقة نقول بأننا في الوقت الحالي، في هذا الوقت خصوصا في هذا الوقت، لسنا بحاجة إلى هكذا تصريحات، وعليها أن تحترم سيادة رئيس أقليم كردستان، لأنه الشخصية التي أمام المجتمع الدولي والمجتمع العراقي ذات اعتبار كبير، وأنه الآن بنفسه وبأبنائه وبإخوانه وعائلته يقوم بالدفاع عن أقليم كردستان. لديك 30 ثانية لكي تختمي ما تودين أن تختمي به. لديك 30 ثانية، هذا حق نعطيه لك لأن تختمي ما تودين أن تقوليه. تفضلي في 30 ثانية. كفى لهذه التصريحات، كفى لهذه الأقوال التي لا تستند لا إلى دستور ولا قانون ولا إلى الديانة ولا إلى عدالة. وإذا تريد العدالة عليها أن تبحث عن تصريحات فعلا تخدم مصلحة الشعب العراقي. هذه التصريحات لا تخدم مصلحة أحد. الآن كل المراجع العظام، كل المجتمع الدولي وكذلك العراق والكتل السياسية هم يريدون بناء عراق جديد يكون فيه الفرد العراقي يحمي له كرامته، وأيضا في بناء نشارك جميعا في بناء الدولة. هذه التصريحات لا تخدم لا بناء الدولة ولا تخدم مصلحة أي واحد، بل هي هدم وخراب لما يريده الشرفاء والطيبون من أبناء هذا الشعب. طيب، يعني كان من المفروض أن تكوني معنا صوت وصورة، ولكن ربما حال ذلك ظروف الطقس هناك، ربما حال عدم وصولك إلى مكتب الشرقية نيوز. في 30 ثانية سيدة حنان الفتلاوي، ماذا تريد أن تقول في 30 ثانية؟ تفضلي. يعني لم تجب على أي من سؤالي ماذا قدم الكرد للعراق. كلامها كله شعارات، ويعني يعكس عن ما أعرف شنو شيء. تحكي عن مرجعية، المرجعية مرجعيتنا لا زايدين عليها.
اثنين، ما اسمح واحد يقول جيش المالكي، هذا جيش الشهداء، جيش التضحيات، من ضحى واعطى شهداء وجرحى وده يحمي كل العراق ودمه اختلط بكل العراق، لا يجوز لاحد ان يسيء لا هي ولا غيرها. تقول ليش ما حكيتي على لما قطعوا رواتب كردستان، انت ليش ما حكيتي لما قطعتوا النفط عنه؟ وليش صوتي على الموازنه اللي يحط بند بها عقوبه على كردستان يقول اذا ما صدر ما ننطي فلوس؟ خلينا نبطل هاي الشعارات الرنانه، ولا تحكي لي صراح رصيدها وجرها، هاي مو انت تحدديها اختي. يعني جمهوري ابد مو بكردستان وما راح ازاودك، جمهوري في محافظات الوسط والجنوب وهم يحددون اذا عندي رصيد او ما عندي رصيد.